أيتها السيدات، أيها السادة النواب أعضاء غرفتي البرلمان، بادئا ببدء أعبر لكم عن افتخاري لتواجدي أمامكم اليوم أنتم ممثلين الأمة، وأنتم اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي الذي كنا نطمح إليه في جزائرنا الجديدة، ألا وهو المجلس الشعبي الوطني وتجديد مجلس الأمة. أشهد لكم بالنزاهة، وأشهد لكم أنكم أول برلمان لم يسد آنذاك في تعيينه وفي انتخابه لا مال ضيف ولا مال فاسد، مما أتاح لما يقارب 30% منكم شباب أن يدخلوا أول مرة في حياتهم غرفة مجلس الشعب الوطني. إذن هنيئا لنا جميعا بهذا البرلمان. ويسعدني كذلك أن أنحني بإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية من أجل تحرير هذا الوطن الحبيب والمفدى، موجها تحية إكبار إلى كل من سار على دربهم وبقي وفيا لرسالتهم الخالدة من أجل رفعة هذا الوطن وخدمته وخدمة مصالحه وإعلاء كلمته. إننا اليوم نؤسس لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول على البلاد سنويا خطابا للشعب عبر ممثلي الشعب في البرلمان بغرفته. وأشير أنه لم يتوجه أي رئيس جمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ خطاب الزعيم الراحل هواري بومدين في عام 1977 على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الذي التزمنا به ونفذناه طبقا للدستور، دستور الجزائر الجديدة، بعدما كان في وقت سابق يعرض حسب النزوات. أيتها الأخوات الفضليات، أيها الإخوة الأفاضل، لقد قطعت على نفسي منذ أن حملني الشعب الجزائري مسؤولية قيادة البلاد أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل، ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام. كذلك ما جعلني اليوم أبادر من خلالكم إلى مخاطبة أمتنا الجزائرية عبر ممثلي الشعب لنقف معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبي في 19 فبراير 2019 مطالبا بالتغيير وضاربا أسمى الأمثلة في التعبير السلمي الحضاري عن إرادته القوية لإنهاء الأزمة الخطيرة التي وضعت آنذاك مؤسسة البلاد على المحك بسبب تدهور الحكامة وتفشي الفساد وما
تبعهما من تلويث للحياة السياسية وتكريس لمناهج استثمار استباحية للمال العام، مما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم. لقد كان انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة عشية فبراير 2019 أن كادت أن تعصف بمقومات أمتنا ويفسح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه خلال سنوات طوال. غير أن الهبة الوطنية المباركة لشعبنا الأبي وتلاحم الجيش الوطني الشعبي معه أحبط وتلاحم الجيش الوطني الشعبي معه أحبط مخططات المتآمرين، وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها ومتطلعة لمستقبل أفضل لأبنائها وشبابها. ولم يكن بوسعي بعد كل ما كابدته من سبيل التغيير أن أتخلف عن نداء الملايين من أبناء شعبنا المطالبين بإنقاذ بلادنا. ولم يكن البرنامج الذي قدمته للشعب الجزائري حينها إلا ترجمة وفية لتلك المطالب المشروعة والطموحات التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل، والذي حظى والحمد لله بموافقة الشعب الجزائري خلال الانتخابات الرئاسية، باعتباره أرضية لإطلاق مسار شامل لإحداث تغيير حقيقي يسمح بالتقييم الوطني ويتيح لشعبنا العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة وفية لقيم نوفمبر المظفر في ظل دولة ذات طابع اجتماعي. سيدات فضليات سادة الأفاضل، لقد عاهدت الشعب الجزائري الذي قلدني ثقته الغالية أن أعمل دون هوادة من أجل التأسيس لجمهورية جديدة عبر نهج إصلاحي مبني على 54 التزام. ولأول مرة مرشح لرئاسيات يكتب التزاماته كشفوي حتى يسمح لكل من يريد المحاسبة أن يحاسب كما يقول. ما هو مكتوب يبقى وما هو شفوي يروح. إذن التزامات 54 تيمنا بنوفمبر 54 ويتوزع على 5 محاور رئيسية شكلت خلال السنوات الأربعة الماضية الإطار العام لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتي تمثلت في أولا تبني رؤية سياسية واضحة المعالم، اعتماد خطة اقتصادية باعثة للنمو والتنمية، انتهاج سياسة اجتماعية وثقافية ملائمة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وسياسة خارجية ديناميكية واستباقية باعثة لدبلوماسية متجددة. تنفيذ
استراتيجية معززة للأمن والدفاع الوطني واسترجاع هيبة الدولة ومحاربة الفساد وأخلاقة الحياة السياسية والاقتصادية. ولا يفوتني قبل أن أتطرق إلى هذه المحاور أن أشير إلى التحديات الجمة التي واجهت مسار تنفيذ هذا البرنامج، بداية من الأزمة الصحية العالمية التي فرضت علينا مثل باقي دول العالم، والتكفل المستعجل بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها. لقد سيرنا الأزمة بنجاح والحمد لله، ولعب الجيش الوطني الشعبي دورا رائدا، وجلبنا منذ الساعات الأولى اللقاحات والاحتياجات الصحية الضرورية التي استعصى تحصيلها على العديد من الدول. عبر جسر جوي لإنقاذ أرواح المواطنات والمواطنين، ووفرنا لهم سبل العزل الصحي والإقامة على نفقة الدولة، خلافاً لكثير من البلدان التي كانت تشترط دفع التكاليف العزلة على رعاياها. ولم يجد حينها الحاقدون المتربصون الباغضون من بقايا العصابة سوى اللجوء للتخريب، تخريب قارورات الغاز وصهاريج الأكسجين في المستشفيات، ونشر فيديوهات مزورة لتضليل الرأي العام والتعدي الجسدي على السلك الطبي وشبه الطبي لخلق حالة من انعدام الأمن وإحداث الشلل في المنظومة الصحية لتحقيق حلمهم الخبيث لزعزعة الاستقرار وانهيار الدولة وعرقلة بناء الجزائر الجديدة، وهو ما دفعني لاتخاذ قرارات من أجل حماية ما نسميه الجيش الأبيض، وهو مشكور. لمحت على بعض التصرفات تاع الحاقدين على هذه البلاد، يعني يرضوا الموت للجزائريات والجزائريين باش الدولة تنهار، يعني باش أغراضهم سوداء تتحقق على حساب أرواح الجزائريات والجزائريين. هذا يعني الذروة في الكراهية نتاع بلادهم ومواطنيهم. يضاف إلى ذلك التداعيات الوخيمة لحالة الاستقطاب على المستوى الدولي عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلالها على واقع اقتصادي عالمي متأزم، لتعيق مسيرة تعافي لا سيما بسبب اضطرابات سلاسل التموين وما نجم عنها من ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والطاقة. وقد لجأت بقايا العصابة إلى خلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية وحتى في السيولة المالية لضرب الاستقرار وزرع اليأس لدى المواطن وفقدانه الأمل وزعزعة علاقة الثقة بينه وبين الدولة. كل الوسائل استعملت لتطبيق المخطط الذي كان مسطر للجزائر قبل الانتخابات بما يسمى مرحلة انتقالية وما يسمى دخول في الصف تاع الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا. إذن لجأوا إلى كل الوسائل، الإشاعات، الفيديوهات، خلق أزمة تغذية وين ما كانش تغذية. احنا آنذاك
الطاقات نتاعنا، طاقة التخزين كانت تساوي ضمان لما يقارب 8 أشهر للتغذية. استعملنا كل وسائل في المطاحن، ضعفنا لهم المادة الأولى حتى يلبوا الطلبات نتاع كل المواطنين، ولكن أمور كانت تدبر بليل. ولما استرجعنا العافية والتوازنات بين الولايات في بعض المواد الأساسية، وجدنا أن بعض الولايات في شهر قناطير تحسب على كل مواطن. يعني وجدنا السميد والدقيق، وجدنا حشكم في المزابل، كانوا يعطوه الأغنام، كانوا يخرجوه خارج الوطن. المهم يخلق أزمة. ورغم هذه الظروف وما صاحبها من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوارنا المباشر، لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامجنا، بداية من الإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية لترسيخ دولة القانون وتحسين مؤسساتنا السياسية، الرامية لتوسيع دولة القانون وتحسين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا بالإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد وصولا إلى التكريس الفعلي والمنصف للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن، وذلك كله بالتوازي مع إطلاق ديناميكية استباقية للسياسة الخارجية ومواصلة تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين صونا للأمة وحفاظا على مصالحها العليا. لا أطيل الكلام عن الوضع الاقتصادي الذي كانت تعيشه البلاد آنذاك، فأنتم مطلعون على كل تفاصيل. يعني مثل ما يقولوا بالعامة ما نجيش ندير الموس في الدبرة. وصلنا لدرجة وين القروض البنكية لمدة سنوات وصلت إلى 5000 مليار دينار، لم يسدد منها 10%. كل شيء كان يتحول إلى الخارج، في فنادق فخمة وفي شراء عقار وفي إلى آخره. أيتها الأخوات الفضليات، أيها الإخوة الأفاضل، لقد شكلت استعادة الثقة في مؤسسات الدولة الانشغال الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي الذي عملنا على تنفيذها بشكل متدرج، بداية من المراجعة العميقة للدستور الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 باعتباره الإطار المرجعي لترسيخ ركائز دولة القانون وتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية، وخاصة عبر تحديد الصارم للعهدات الرئاسية والانتخابية بصفة عامة، والتأسيس لفصل حقيقي بين السلطات وتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان واستقلالية القضاء وتقوية الضمانات المتعلقة بحماية الحريات والحقوق وترقية القضاء الدستوري بإنشاء المحكمة الدستورية عوض المجلس الدستوري. واتبعنا كذلك بسلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة التي سمحت بمواءبة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد، وصولا إلى تنصيب مختلف الهيئات المستحدثة والعمل من أجل بروز
جيل جديد من المجالس المنتخبة إثر الاستحقاقات التشريعية والمحلية التي تم تنصيبها تباعا. لقد سمحت هذه المبادرة بإعطاء دفعة قوية لالتزاماتنا بأخلاقة الحياة السياسية وهيئة ظروف الاستئناف عمل مختلف المؤسسات في مناخ سليم يسوده القانون وتعلو فيه المصلحة العامة وتحفظ فيه الحقوق والحريات. كما لم نتوانى خلال هذه الفترة عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله ووضع حد لتبديد المال العام، فضلا عن النتائج المرضية المحققة في سبيل استرجاع الأموال المنهوبة وعلى سبيل الذكر لا الحصر، لقد استرجعنا من ممتلكات وعقار ووحدات صناعية ما يفوق 30 مليار دولار. أما الأموال المهربة إلى الخارج فلا زلنا باتصال مع الدول الأوروبية وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا لاسترجاع أموال الشعب التي هربت إلى بلدانهم. سيدات فضليات السادة الأفاضل، لقد جعلنا سنة 2023 سنة الإصلاح الاقتصادي بامتياز، حيث أطلقنا ورشة كبرى لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق ثروة وتحرير المبادرة من خلال إصلاحات عميقة وواسعة جاء في صدارتها القانون الجديد للاستثمار وفق تصور يتماشى مع متطلبات تحسين مناخ الأعمال ويضمن الاستقرار والأمن القانوني ويكرس الشفافية والمساواة بين المتعاملين ويحقق القطيعة الصريحة مع الممارسات البائدة السابقة. علاوة على ذلك، المنظومة الجديدة لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار الذي ترمي إلى ضمان توجيه رشيد وشفاف للأوعية العقارية وفق مقاربة اقتصادية مدروسة. كما حرصنا بالموازاة مع هذه الورشة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى لمرافقة الديناميكية الاقتصادية المنشودة، ولا سيما من خلال المراجعة العميقة للقانون النقدي والمصرفي وتسريع وتيرة ترقية الحكامة المالية وتحسين حكومة المنظومة البنكية، فضلا على الدفع قدما بمسار الرقمنة في مختلف القطاعات، لا سيما تلك المرتبطة مباشرة بمجال الاستثمار. هذا جعلني ألح منذ سنوات وأصر على رقمنة البلاد، لأن كل مسار في البلاد كان تحت غطاء ضبابية كلية، ولا أحد يرى ولا أحد يسمع، كل شيء يدبر بليل ويدبر تحت الطاولة، حتى أصبحنا بالتقريب نجهل كثير من الأمور على اقتصادنا وعلى احتياطاتنا وغيرها. إذن دخلنا في الرقمنة، وأعتقد أن الفصل فيها نهائيا خطينا خطوات كبرى في وزارة المالية
في وزارة التربية وفي وزارات أخرى. وأعتقد أن نهاية السداسي الأول تاع سنة 2024 نكون انتهينا من عملية الرقمنة. وكل من يريد أن يطلع على أي شيء يضرك على زر تجيه كل المعلومات. يعني ما أعطيكمش التفاصيل تاع الضبابية وتاع وصلنا إلى ما يقارب 25,000 شركة وهمية تستورد وتنزف أموال طائلة تاع الخزينة. المهم الكابوس هذا تهنينا منه والحمد لله. كما حرصنا بالموازاة مع هذه الورشة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى بمرافقة الديناميكية الاقتصادية المنشودة، ولا سيما في خلال المراجعة العميقة لقانون النقد مثل ما قلت. وواصلنا العمل على تطهير المجال الاقتصادي والتجاري وإدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي، لأن كان هو العيب، أكبر عيب على الاقتصاد تاعنا هي الاقتصاد الموازي. فلا زلنا وسنبذل كل الجهود اللازمة لإدماجه في الاقتصاد الوطني. وأولينا اهتماما خاصا لإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة باعتباره قطاعا واعدا لحامل المشاريع من الشباب المبتكرين لتمكينهم من كسب رهان اقتصاد المعرفة وضمان مساهمتهم في خلق الثروة وتجسيد التحول الرقمي. هنا افتح قوس بسيط فقط لأشير أن هذه كانت من التزاماتي أني سأضيع الثقة في الشباب سياسيا واقتصاديا لخلق جيل جديد من المقاولين، وعلى أساس ذكر المؤسسات الناشئة لستارت اب. كنا احنا آخر دولة في إفريقيا. اليوم تصنيفنا راه في وسط قائمة تاع الأفارقة، وإن شاء الله نمشي إلى أبعد. بالإضافة إلى هذه الإصلاحات المعيارية عملنا بشكل مكثف من أجل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة خاصة في قطاع المناجم، وذلك بهدف تثمين الموارد المنجمية المعتبرة التي تحوزها بلادنا وتنويع الصادرات وتحريك عجلة التنمية في مختلف المناطق المعنية بتجسيدها. على ذكر المناجم، أنا كنت أسس لي وزارة المناجم لما للمناجم من قيمة اقتصادية واضحة. يعني اليوم لما نتكلم على المناجم هذه كانت موجودة منذ الاستقلال وما تطرقنا ليهاش. يعني باقيين يعني شادين إلا في البترول والغاز، وإحنا عندنا كل المناجم ممكن تواجدها موجودة عندنا ولها قيمة تكاد تساوي قيمة المحروقات. تكلم على جراج بيلت، ثاني أو ثالث احتياط منجمي للحديد في العالم، وإحنا نستورد الحديد، نستورد المادة الخامة، لأن المنجم الحالي جبل عنق ما يكفيش لأن تطورت الأمور. أصبحنا اليوم نصدر. على ذكر التصدير، حتى 2015 2016 كنا نستورد الحديد، ملايين الأطنان من الحديد نستوردها لبناء السكنات وللبناء بصفة عامة.
اليوم رانا نصدر. الإنتاج تاعنا كان يدور حول 1,000,000، طلع ل2,000,000. اليوم رانا ما يقارب 5,000,000 طن إنتاج. نعطي الأرقام هذه يعني دليل قاطع أن العزيمة والروح الوطنية العالية تعوض كل شيء، تعوض المال وتعوض كل شيء. نطمح إلى تصدير 5,000,000 طن بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله. الحديد نتاعنا راه يمشي للولايات المتحدة، راه يمشي لأوروبا، راه يمشي لإفريقيا. أين كنا وأين أصبحنا؟ نتكلم بنفس الشيء على الإسمنت. الإسمنت الناس اللي مارسوا في السكن واللي يعرفوا خبايا السكن أن حتى 2016 كنا نستهلك ما يقارب 22 مليون 23 مليون طن من الإسمنت، نستورد منها ما يقارب 3 ملايين. اليوم إنتاجنا بالكلينكر يعني اللي مازال ما ترحاش واللي راه يتصدر اون ليطا كيما راه، وصلنا 40 مليون طن. أنا نتصور من 20 مليون طن في 2016 2017 اليوم إلى 40 مليون طن. أصبحنا بالتقريب احنا الممول الوحيد اللي عنده هذه القدرات في افريقيا، ونمولوا حتى اوروبا. اليوم راهم يستوردوا اما الكلينكر اما الاسمنت. اذا بلادنا بدات تخطو خطوات عملاقه في التصنيع وفي التصدير. ولما نتكلم عن التصدير نتكلم على الانتاج الوطني. الانتاج الوطني كان غايب او مغيب لسبيل الاستيراد، لأن الاستيراد يساوي تضخيم الفواتر ويساوي خلي حاجة وراء الحدود. اليوم الإنتاج الوطني وصل إلى مستويات يعني حتى الخصوم تاعنا ما همش فاهمين واش صرا في هذه البلاد هذه. الجواب بسيط، هو الميدان الاقتصادي والميدان المالي أصبح أكثر أخلاقا. فيه أخلاق أولا، فيه إرادة تاع الجزائريات والجزائريين للنهوض باقتصادهم. بعد ما يفوق 30 ولا 40 سنة لم تصدر الجزائر خارج المحروقات أكثر من 1,800 مليون. كان هذا هو أقصى حد للتصدير آنذاك. في 2022 وصلنا إلى 7 ملايير دولار خارج المحروقات. راه غير لساني اللي يقولها. 7 ملايير دولار معناه باللي مصانع تبنات ودخلت في الإنتاج وخلقت مناصب شغل وخلقت ثروة ودخلت عملة صعبة للبلاد. وخرجنا من الكلام السياسوي، نبني اقتصاد متحرر من المحروقات. ها هو الاقتصاد متحرر من المحروقات. غدوة إن شاء الله لما يبدأ منجم جراج بيلات يشتغل بالطاقة القصوى نتاعو والمصانع نتاع الصلب تشتغل بالطاقة القصوى تاعها بما فيه الفوسفات تاع بلاد الحدب حتى العنابة، يعني نولوا احنا الدولة الأولى في تصدير الفوسفات. وانتم تعرفوا قيمة الفوسفات لدى الفلاحين ولدى في تخصيب الأراضي الفلاحية. وسديت تعليمات لكل المسؤولين على المناجم أننا في آخر المطاف نجتنب تصدير المواد الخامة على أصلها، لازم تحول.
لأن التحويل يجيب قيمة إضافية ويشغل الناس ويخلق مناصب شغل وتصبح المداخل أوفر. على سبيل المثال حتى سنة 2021 كنا نستورد ليسانس البنزين. منعت السيد الوزير موجود، منع بات بداية 2022 أن نستورد ولو ريش واحد من البنزين. اليوم رانا ننتج البنزين تاعنا، كل البنزين تاعنا رانا ننتج فيه وراني نصدر البنزين. وباش نديروا مصفات أخرى حتى ما نصدرش البترول بصفة خامة، نصدر البنزين ونصدر الغازوال ونصدر الأمور هذه أحسن. قيمة تجارية عالية مرتفعة جدا بالنسبة للمادة الخامة، وما نبقاش ساجين البورصات. وبصفة عامة لما نغطي الحاجيات نتاعي كأني صدرت، يعني ما نصرفش نقول الإمكانيات المالية نتاعي بالعملة الصعبة ما نصرفهاش في التصدير في الاستيراد، ننتج. اليوم فيه إنتاج وطني قوي وراكم شفتوا، وإن شاء الله السنة المقبلة نحطكم كل باش تزيدوا تزوروا معرض الإنتاج الوطني، تشوفوا مفاجآت أخرى إن شاء الله. تحيا الجزائر. على لسان رئيسهم السيد مصطفى مدينة عهدة ثانية منفصلة. ربي يجيب الخير إن شاء الله. باش شكرا على إبداء الثقة. وفي آخر المطاف من خلالكم نخلوا كلمة للشعب الكريم إن شاء الله. وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات المعيارية عملنا بشكل مكثف من أجل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في البلاد على غرار السكة الحديدية من تندوف. حلم الأحلام، ولا واحد كان يحلم، مجرد حلم، أن في يوم من الأيام السكة الحديدية تمشي من تندوف توصل العاصمة. كما ستصل، وأتعهد به أمامكم ومن خلالكم أمام الشعب، نوصل السكة الحديدية لطمر راست وأضرار إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وما هيش بعيدة. كما حرصنا على تعزيز المنشآت القاعدية لمرافقة هذه الحركية الاقتصادية ومنح بلادنا قدرة أكبر في استغلال موقعها الهام، ولا سيما في مجال إنشاء السكة الحديدية وتوسيع شبكات الطرق وتوزيع القدرات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر. وهذه نقطة أخرى، لما إن شاء الله، وأعتقد أن هذا الشيء يكون ممكن في سنة 2025، المنيعة تكون مرتبطة بالسكة الحديدية. إذا الكابوس اللي يهلوس الفلاح في المنيعة ينتهي. عنده إنتاج يديروا في القطار ويوصل لوهران، يوصل للجزائر، ويوصل لعنابة، ويوصل لقسنطينة إن شاء الله. إذن هذه هي التنمية الحقيقية
وهذا هو لما نبتعد عن التصرفات السياسوية ندخل في صلب الموضوع. صلب الموضوع هو تقوية بلادنا. وهنا نذكر ما قاله شاعر ثورة رحمه الله: إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. واذكر الجزائر واصغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. يسمحوا لنا اللي ما يأمنوش بهذه الأمور احنا نأمنوا بها. هذه تربيتنا من بعد الله عز وجل الوطن، كاش حاجة أخرى. إن البوادر الإيجابية لهذه الإصلاحات التي يمكن معاينتها تبعث على الكثير من الارتياح، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو مستقرة في وقت لا زال الاقتصاد العالمي يشهد فيه انكماشا كبيرا، وهو ما سمح بتسجيل فائض تجاري مربح يضاف إليه مستويات غير المسبوقة التي بلغتها الصادرات الوطنية. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في 2019 تتذكروا آنذاك التصريحات السياسية والسياسوية أن البلاد ما بقاوش فيها دراهم وممكن الشهر الجاي ما تخلصوش، وجوع كلبك باش يتبعك. احتياط الصرف كان 27 كان 42 مليار بالتقريب آنذاك، ما يكفيش، وكل الناس تتنبأ في الداخل وفي الخارج، لأننا منطلقين من مبدأ أن الجزائر استوردت في وقت ما 60 مليار دولار، قال عندهم 40 وما يحتاجوا 60، إذن يمشوا المديونية. ما نمشيش المديونية. لأننا نعرف قيمة المديونية، نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر. عشت مرحلة كنت عضو في حكومة اللي مشات المديونية. ما واش نحكي لك، يعني ترمي الزيت على النار، تحرم المواطن من أدنى حقوقه. إذن ما مشيش المديونية. كل ما في الأمر أن الراجع نفسي والراجع اقتصادي ما هو غير ضروري ما نستوردوش ونعوضوه بالإنتاج الوطني. وبتوفيق من الله عز وجل والوطنيين الأحرار اللي اشتغلنا مع بعض وصلنا لهذه الموازنة الجديدة. بدأت زدنا وصلنا في تقوية الإنتاج وعدم الاستيراد بدون حرمان المواطن من أي شيء، رغم محاولات أخرى لخلق البلبلة وخلق الندرة تاع بعض المواد. وصلنا اليوم الاحتياط نتاعنا راه ضعف بالتقريب، ضعف الاحتياط اللي وجدناه. ما قلناش حنا كاين البلاد غنية، البلاد اللي كان يخطوها اللصوص تمشي بعيد. إذن اقتصادنا يتقوى إن شاء الله ويزيد يتقوى أكثر. اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه يفوت 70 مليار دولار، كان ب40. صح سعر النفط والغاز داخل فيه شوية، ولكن العجز كان بدا يتسجل لما كان برميل النفط يسوى 140 دولار آنذاك، لأن 140 دولار كانت تخرج منها 80 دولار للخارج. إذن
ماهوش إلا السعر، فيه إرادة قوية نتاع ناس وطنيين أحرار اللي تصدوا المشاكل المطروحة. لو كان نبدأ نذكر لكم كل الثغرات اللي كانت موجودة في الاقتصاد نبقى معكم حتى الغدوة إن شاء الله. شيء رهيب، شيء رهيب أنا نقول لك. يعني تكثر الإنتاج الوطني تاعك باش تسمح للناس يستوردوا، ويستوردوا الاستيراد كان مبرمج على أساس تخريب البلاد. كانت فيه إجراءات مالية اللي تخلي التسديد يكون قبل ما يبعثوا لك السلعة. لما بعتش ما يبعثلكش الكونتينر، لما سددتش ما يبعثلكش الكونتينر تاعك. وين وصلنا؟ حتى سنة 2021 يجونا دي كونتينر فيهم الحجر، جاونا دي كونتينر حاشاكم حاشا قدركم فيها مزابل، لي بوبيل تاع لي زوردير ميناجير وخالصين. قال خلصت واش ندير، خلي البابور يدخل. إذن نعطيكم بعض المعطيات حتى تكون مقياس بالنسبة لكم. يعني صح الكمال لله ومازال المشوار بعيد بزاف، ولكن الخطوات الأولى الحمد لله جابت نتيجتها، ونزيد نواصل إن شاء الله. تحية الجزائر. وفي هذا الإطار قمنا بتنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات باش ما يبقاش قرار تاع شخص أو شخصين تاع الرئيس ولا غير الرئيس. فيه مجلس هو اللي يدرس الأوضاع ويسمح بالاستيراد ولا ما يسمحش حسب الإنتاج اللي موجود. وهنا كذلك تدخل الرقمنة. لما نوصل للرقمنة نولي نعرف الإنتاج تاعي بدقة. العجلات المطاطية التي تصنع في سطيف كنا نستوردها، وكانوا ضاربين عليه حصار باش يستوردوا المطاط. اليوم رانا في نقاش مع فيات باش يستعمل المطاط الجزائري، وراني نحث في الإخوان والأخوات باش كذلك قطاع الغيار نصنعه هنا. جزء من قطاع الغيار يصنع هنا، وإلا ما أصبحناش عندنا صناعة ميكانيكية. لكن التركيب وحده التركيب ما يفيدش، التركيب هو استيراد. إذن قمنا كذلك بتسهيلات للإنتاج الوطني لخروج الإنتاج خارج نحو إفريقيا ونحو دول شقيقة ودول صديقة. احنا نتكلم على الجزائر وضعها في إفريقيا. أنا باش نمشي لداكار خصني نفوت على باريس، باش نمشي لأديس أبابا نفوت على عاصمة أخرى، ونقول إفريقيا والجزائر إفريقية. فتحنا اليوم فيه بواخر تمشي من الجزائر، من الشواطئ الجزائرية إلى شواطئ السنغال في دكار. اللي يحب يصدر الباخرة موجودة بلا ما ندير في الشاحنات. نفس الشيء بالنسبة لموريتانيا الشقيقة. فتحنا الخط البحري، فتحنا خط بحري مع إيطاليا، فتحنا خطوط جوية مع أغلب الدول اللي عندنا علاقات كثيفة معها. ما يمكنش أن نكون يعني عضو بارز في الاتحاد الإفريقي وما عنديش طائرات تمشي لعاصمة الاتحاد الإفريقي اللي هي أديس أبابا. اليوم موجودة. إذن إعادة توجيه القدرات تاع البلاد إلى ما فيه فائدة سياسية واقتصادية للبلاد. خلقنا
معارض دائمة في بعض الدول الشقيقة والصديقة اللي خلات اليوم المنتوج الجزائري مطلوب. ما نبقاش في النظريات، أنا ندير معرض دائم، ما نذكرش الدول، يجوا المتعاملين الاقتصاديين يزوروا، يجوا المواطنين نتاعهم يزوروا، يجوا يشوفوا المنتوج الوطني. أصبح اليوم المنتوج الوطني عنده رواج كبير في أفريقيا. حنا نعرف مثل ما قلت لها لكم، قلتها ربما الناس اخرين، قلتهاش في لقاء كريم مثل هذا، أن كنا نظن نفوسنا أننا نصنع، كنا نركب، نجيب أجزاء تاع برادة بالثلاجة ولا أجزاء نتاع تلفزيون ولا، ونركب وقال عندي لا، شرطنا أن يكون جزائري بنسبة 70% بالأقل. اليوم الإنتاج نتاعنا بالنسبة للثلاجات كان باقي الكمبريسور، راكم شفتوا في المعرض الوطني، باش يدخل في الإنتاج عن قريب وتصبح ثلاجة جزائرية 100%. بلاد بقوة الجزائر، بإرادة الجزائر، بشباب الجزائر، بلاد اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، بقى لها ما تسور الأمور. عندنا آلاف المهندسين، عندنا آلاف، أعطيهم فرصة برك يخلق لك اللي حبيت. إذن دخلنا في منافسة أخرى بين الجزائريين، شكون يخلق أكثر من الآخر، المواد اللي تصدر ولا تعوض للاستيراد. إذن هالأمور يعني واضحة، ربما نهار اللي نديروا الحصيلة النهائية تبرز للعيان بصفة واضحة، ولكن هذه هي سياستنا، هذا هو التوجيه الاقتصادي تاعنا، التوجيه الاقتصادي اللي يتماشى مع الرغبة تاعنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، باش وصلنا ننتج الزيت نتاعنا. لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. اليوم رانا ننتج، بدينا ننتج الزيت نتاعنا من الفلاح اللي بدا ينتج الحبوب نتاع الزيوت إلى المصنع، وإن شاء الله أقصاها السنة المقبلة ننتج السكر نتاعنا. هذا هو التقدم، هذا هو الاقتصاد. الاقتصاد ماهوش انك عندك ظرف مساعدك نتاع ارتفاع اسعار المواد البتروليه تستورد واش حبيت، لا، فيه اجيال راها جايه لازم نفكر فيها ونخلي لها مصانع ونخلي لها قوه اقتصاديه اللي ما نربطش مصيرها بالنفط واسعار النفط. إن النتائج المحققة في مجال ترقية الإنتاج الصيدلاني وإعادة بعث صناعة السيارات والفرص الكثيرة التي أتاحتها سياسة تعزيز الأمن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية والصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي الاقتصادي الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة في العالم. احنا بالنسبة للإنتاج الصيدلاني، انتم تتذكروا أول حكومة خلقت فيها منصب وزارة الصناعة الصيدلانية، لأن أعرف قدرات الجزائر في الإنتاج الصيدلاني، عشتها ميدانيا، ونعرف بلي تقهقرنا من أجل الاستيراد،
تكسير الإنتاج الوطني من أجل الاستيراد. وعلى سبيل الذكر، والسي علي عون راه موجود هنا، كان مدير عام سابق في صيدال كانت تغطي ما يقارب 40% من الحاجيات تاع بعض الأدوية تاع الوطن. جيفوها، خنقوها، وصلت ل 3%. والفهم يفهم، من 40% تاع تغطية الحاجيات هبطت ل 3% من أجل استيراد. استورد الاسبيرين، واستورد هذه، واستورد هذه، واستورد هذه، وسير فاكتوراسيون، وخلي. ها وين وصلنا؟ اليوم صيدا راها بدات تعاود تطلع، راها بتنتج الانسولين. مشروع تاع الانسولين موجود منذ 15 سنة، ولكن الناس ما يساعدهاش انتاج، يساعدها استيراد الانسولين. ومش غير الانسولين، لقاحات اخرى. اذا النهضة الصناعية راها ماشية ربما تدريجيا في الخفاء بدون إشهار كبير عليها، ولكن نهار اللي الشعب الجزائري يستفيق يلقى روحه عنده صناعة. اليوم مش معجزة نتاع البنك العالمي ولا تاع النسبة المئوية للنمو الاقتصادي في أوروبا راه يدور حول 2.5-3%. أحسن الاقتصاديات عندهم 3%. دول نعرفها قوية، القوة الخامسة اقتصاديا وعسكريا، راها تدور في 1.2%. احنا رانا باعتراف من البنك العالمي هذه أسبوع عندنا النسبة المئوية تاع النمو 4.2%. البنك العالمي في التقرير الأخير تاعو عنده أسبوع مع صندوق النقد الدولي يصرح أن الجزائر من الدول القلائل اللي ما عليهاش مديونية، وما تروح ما هيش ماشية، ما فيش مؤشرات اللي تخليها تمشي عن قريب المديونية. نفس الشيء بالنسبة للإيفاو، الأمم المتحدة معترفة أن الجزائر في أفريقيا تكاد تكون الدولة الوحيدة أو الثانية اللي عندها مناعة من مشاكل التغذية. ماشي إن شاء الله مساعدة الفلاحين تاعنا، وراكم شفتوا جا الجفاف عوضنا الفلاحين واعطيناهم زريعة يعني مجانا، باش ربي هذا العام ان شاء الله يجيب الامطار نخلف العام اللي فات نتاع الشيء اللي النكبه تاع العام اللي فات ان شاء الله. اليوم احنا نستهلك ما يقارب 9 ملايين طن من الحبوب، مختلف الحبوب، ما ننتجش منها اكثر من نقرب ل5 ملايين، يعني ننتج النص ولا اكثر من النص بشيء قليل. بلاد شاسعة واسعة مثل هذه، يعني معناه باللي ما زلنا في الفكر أن عندي الفلوس نستورد القمح وخلاص. هذا لا، ما نستوردش. إذا نستورد أمور اللي ما نقدرش نتهرب من استيرادها، ولكن الأكل تاعي عندي إمكانيات، بلاد شاسعة واسعة، إمكانيات الري موجودة. هذا علاش انطلقنا مشروع نتاع بالنسبة للحبوب السقي الظرفي. احنا نعرف الحبوب يعني لازم الأمطار تجيك في آخرها جانفي باش تنبت، لازمك تاع مارس باش تطلع، وأفريل بداية ماي باش السبولة تعمر. هذه كل قادر نديرها أنا بدون من الله عز وجل. جات الأمطار صح، ما جاتش نرش المياه، ونتكلم عن المياه على تحلية مياه البحر. بالنسبة للمياه
قدراتنا عالية على حسب الأرقام، ندور في قدرات تاع 3 ملايير متر مكعب، بغض النظر على تحلية المياه اللي جاية. ما نصفيش منها 10%، يعني نستعملها ونرميها. الدول الأوروبية اللي عندها أمطار وعندها ثلوج تعيد استعمال المياه المستعملة. احنا تصوروا يعني مليار متر مكعب نعاود ندخله في الفلاحة، واش غادي يجيب؟ تصبح أراضي المسقية عندنا ضعف اللي موجودة اليوم. مياه مطهرة غير ملوثة وغير ملوثة تصلح للفلاحة حسب الأخصائيين. وهذاك علاش من هذه السنة هذه والسنة المقبلة إن شاء الله كل محطات تصفية المياه تعاود تشتغل وتجيب مياه، يعني نخلي الماء تاع تحلية مياه البحر نخليها ماء شروب المواطن، والأخرى نصفيها وترجع للفلاحة. إذن هذا هو التكامل بين الري والفلاحة والصناعة، وننتج الجراد تاعي وننتج هذه وننتج الحصادة وننتج، باش كل واحد يلقى الضالة نتاعو في الاندماج الاقتصادي. كل هذا تحت إشراف إطارات سامية تاع الدولة، مهندسين وغيرهم إن شاء الله. إذن أفاق نتاعنا هذه هي. إذن بالنسبة لترقية الإنتاج الصيدلاني، احنا معروفين اليوم في الجزائر في إفريقيا صبحنا نباهوا حتى دول شقيقة كنا نستورد منها الأدوية. عندنا ما يفوق 200 وحدة صناعية 200 مصنع للدواء، ويزيد يتقوى السنة هذه إن شاء الله. سنة 24 تزيد مصانع أخرى تدخل في الإنتاج. اليوم راني ننتج 70% نتاع حاجيات نتاعي، 70% من حاجياتنا في الأدوية رانا ننتجها. رانا وصلنا الإنتاج اليوم أدوية مضادة للسرطان تصلحها هنايا. الأنسولين رانا نصنعوها هنايا إن شاء الله. إذن الأمور دقيقة هذه. أما ما تبقى لما نقول أنا مصانع، مش مصانع تاع الدولة فقط، مصانع تاع الخواص الجزائريين، ومصانع كذلك اللي فيها شراكة بين جزائريين وأجانب إلى آخره. المهم أنها مستوطنة في الجزائر. الفلاحة تبغي العلم، وما يخفاش عليكم بالنسبة لإخواني في الهضاب يعرفوا أن كل واحد يعطي رقم، كل واحد يعطي رقم. واحد يقول الثروة الحيوانية أنا سمعتها في عدة حكومات، وصل وزير من الوزراء قال عندنا 27 مليون رأس، واحد يقول 23 مليون، واحد يقول بالتحكار لا ببري. أول مرة درنا جرد واش عندنا لقينا 17 مليون، هذا هو الرقم الرسمي. إذن لا عنديش سياسة اقتصادية ترتكز على تربية المواشي، ها هو الرقم اللي نركز عليه. كنا سنويا لما تجي الحصيلة تاع الحرث والبذر عندي أرقام شبه رسمية 3 ملايين هكتار، والحاصل المحصول نقسمه على 3 ملايين هكتار، نلقى بلي المردودية 15 قنطار في الهكتار ولا 16. لما درنا جرد حقيقي في كل ولايات بالدرون ما هي الأراضي المحروثة والأراضي الغير بور، وجدنا عمرنا ما حرثنا أكثر من 1,800,000 هكتار. 3 ملايين هذه خرافة، كما حكاية جحا وحكاية الغول وحكاية إذا رانا ماشيين للفلاحة بصفة علمية. قال مزارع نموذجية، واش عندي فيها المزارع النموذجية؟ ما فيها حتى شيء نموذجي.
فيها إنتاج، ومن يجي وقت الدلاع دير الدلاع ولا دير البطيخ ولا دير ما نعرفوش، وراه النموذج. واش هو التأثير نتاعها في المحيط نتاعها، رانا نراجعوا فيها، تكون تخصيص حتى بالنسبة لإنتاج الزيوت الصناعية مثل الأرغان ومثل غيرها، نوصل إن شاء الله. إذن أيتها السيدات الفضليات السادة الأفاضل، لما كان المواطن في صلب اهتمامات برنامجنا جعلنا من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة نبراسا لكل الجهود المبذولة من أجل تعزيز التضامن الوطني وتمكين الدولة من التكفل بجميع مواطنيها في ظل الإنصاف والمساواة. وقد أولينا عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة شامل للضريبة على الدخل إجمالي، وهذه كنت التزمت بها في 2019، قلت في حالة ما يزكيني الشعب نلغي الضريبة على كل من لهم دخل يساوي أو أقل من 30,000 دينار، وهذاك ما صار. كان أول قرار عفيناه من ضرائب. زدنا في الأجور، زدنا في المنح، والتزمت على أساس أن الأجور، زيادة في الأجور بصفة عامة توصل إلى في بداية 2024 توصل إلى 47%، يعني اللي كان يخلص 3 ملايين يولي يخلص 5,800,000 ولا 6,000,000، بما يسمى بعبارة أخرى تقوية القدرة الشرائية نتاع المواطن. ونزيدوا تقوية القدرة الشرائية تجي كذلك بمحاربة التضخم. التضخم راه ينقص عندنا. أسسنا لمنحة البطالة باش ما يبقوش أولادنا جزائريين نخليهم في الطريق، يعني نصون كرامتهم بالشيء القليل، ربما 1,500,000 سنتيم في الشهر ما لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن تصون كرامتك. بالنسبة لبعض الشباب، بالنسبة في انتظار حتى نصيب لك واضح، لأن اهتمامنا كله في خلق مناصب شغل. سا سي دي بالياتيف، هذو خفف عليه الوطأة نتاع البطالة. الناس يعني وقع فيها اكتراث، قال كارثة اقتصادية وين راهم دايين البلاد وماشيين للحيط وما نعرف واش وكذا. في عامين يخلصوا البلاد، ما انهارت، اقتصادنا تقوى الحمد لله، وراهم 2,100,000. ماهيش الدعاية اللي كانوا طالقينها عليا وراء البحر وكذا، واللي الجزائريين 40% بطال. سي با فري، باب مفتوح. ربما الإدارة ما تكفلش ب5% ولا آخرين 6%، ممكن، ولكن مش بالحجم اللي يذكروه هما. إذن الاقتصاد نتاعنا لازم نعاودوا نعرفوه اقتصاد أرقام، اقتصاد ماهيش نظريات ولا فلسفة. اقتصاد 1 زائد 1 يساوي 2، لا يساوي لا 1.5 ولا 3.5. ورانا ماشيين في هذا المنهج، منهج ما نقولش علمي ولا علماني، منطقي. نمشي المنطق في الاقتصاد، مش النظريات. النظريات شفنا وين وصلوا، كل النظريات الاقتصادية وين وصلوا العالم، بما فيهم النظريات الرأسمالية، بما فيهم الاشتراكية وغيرها وغيرها وغيرها. إذن نمشي مع واقع البلاد ونخفف الوطأ المواطنات والمواطنين في انتظار ما البلاد تصبح بلاد مصنعة مدرة للثروة للجميع وتحمي الجميع إن شاء الله.
ما غير من دون 10 دول ولا 12 دولة الأساسية في الاتحاد الأوروبي، ونقال لأوروب دو الوست، من غيرهم غير احنا اللي عندنا علاوة البطالة، ما كانش دولة أخرى. منظومتنا الاجتماعية رانا نقويه فيها، نقويه في التضامن الوطني، نقويه في الإمكانيات نتاع التقاعد نتاع الشباب. حنا الدولة الوحيدة اللي عندنا نعطيه علاوة البطالة وعنده بطاقة الشفاء، رغم أنه بطال إلى مرض يمشي يعالج، عنده البطاقة تاعو اللي تسمح له باش يعالج. ونشوف أنا هنا نشكر النزاهة نتاع الشباب، ما بالغوش في طلب البطاقة ولا في طلب. بالطبع يعني دائما تلقى 1% ولا 2%، ولكن ما نقيسش عليهم، ماهوش هما النموذج. النموذج هو الأغلبية، تلقى 3% ولا 2% يحاول يدير عفسة كما يقول ولا يدير كذا، ولكن ما مقبولة. أنا فخور به وراني نقول فيها مش كرئيس إن شاء الله. افتخر بالجزائر كذلك، خلي الجزائر حقها تاني. تحية الجزائر، يعطيك الصحة. يضاف إلى ذلك مختلف الجهود المبذولة لتوفير مناصب عمل دائمة في مختلف القطاعات لاستكمال الإدماج التدريجي. شوف النص مكتوب ولكن نشرح لكم أحسن. فيما يخص مناصب شغل، كان سي إبراهيم كان آنذاك وسيط الجمهورية، وكان مكلف باش يدور في مختلف المناطق. وجدنا آنذاك في نهاية 2021 ما يقارب 950 مؤسسة اقتصادية مغلوقة. علاش مغلوقة؟ قرار محلي، ما عندوش رخصة الإنتاج، ما عندوش رخصة هذه، بنا بلا ما يحترم رخصة البناء. يا أخي العقل يقول أن الآلات اللي موجودة في المصنع خلصناها، العملة خرجت، الآلات راها مركبة، المصنع تبنى. واش نمشي أنا باش نرضيك نمشي نكسر المصنع؟ سيبوا حل. وانتم وين كنتوا أهل الكاف؟ المصنع هذا ما تبناش في أسبوع ولا أسبوعين، كنتوا راقدين. ولا كنتوا ماشيين في الفلسفة دهن السين يسير. فهم روحك. يعني بقرار إداري محض تفتحوا الحمد لله، وتخلقت آنذاك ما يقارب 22,000 منصب شغل. يعني أمور بسيطة. في بعض الأحيان القرار السياسي لما ما يكونش صائب، ما يكونش مبني على غاية اقتصادية، يكون مبني على غاية سلطوية، هذا مش معناه باللي مسموح له باش يخترق القانون تاع البناء ولا لا. المصنع تبنى، السيد هذا ندير له خطية، ندير له قال عندك مليار خطية تخلصها في 5 سنين، ولكن افتح المصنع تاعك. ما نديرش مساواة بينه وبين اللي يحترم القانون، ولكن ما نخليش المصنع مغلوق. فيه أمثلة وأمثلة وأمثلة. درسنا قضية ما يقارب 100 مصنع في منطقة صناعية في بليدة، 100 مصنع مغلوقة. قال لأسباب أمنية، لأن الأنبوب تاع الغاز يفوت ولازمني 150 متر. وما شفنا ودرسنا مع جماعة سوناتراك ومع
اللي يهمهم الأمر، يعني المساحة الأمنية ممكن توصل إلى 50-70 متر أقصاها. في بعض البلدان فيه نماذج تاع 20 متر. فتحناهم اليوم راهم يخدموا 10 سنين، هما جاهزين ومغلوقين لهذا السبب. وزيد وين البيروقراطية وين وصلت بلادنا. إذن بالنسبة لنا الاقتصاد هو كل شيء. خلق مناصب شغل هو الشغل الشاغل نتاعنا باش ننقذ الجيل هذا اللي راه صاعد. يخلق المؤسسة الناشئة نتاعو، يخلق مؤسسة مجهرية، وإلا نسمح له أنا باش يصيب منصب شغل في مصنع من المصانع. هذاك علاش في بعض الأحيان، ونزيد بصراحة نذكرها اليوم، ممنوع 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 منع بات مهما كانت المبررات أنني نستورد الخزف ونستورد السيراميك. إنتاج باتنا وسطيف ووهرن وتلمسان وهذه يغطي كاع الحاجيات تاع الجزائر ويسمح لك باش تصدر. ممنوع الاستيراد بأي حال من الأحوال. الناس يقول لك أنا نخلوا الاستيراد إلا لبعض الفنادق الفخمة. فنادق فخمة تفهم تولي زين ويصنعوا لك على الشبل لك أنت ودراهمك. ادفع يصنع لك المواد الراقية لك طالبها. بالإضافة إلى تسوية أوضاع كثير من الموظفين كان مصيرهم مجهول في سنوات وسنوات، هما يعانيوا من عدم الترسيم ومن عدم كذا. مئات آلاف موظفين ودكاترة وأساتذة وكلهم استفادوا من الإدماج النهائي الوظائف تاعهم. إذن المشاكل الاجتماعية نطرق لها بكل حسم وكل القرارات اللي يتطلبها الوضع، وما نخليش الناس يعانيوا ولا يكره بلاده لأن إنسان ما اداش حقوقه ولا كذا ولا هذه ولا خلاص. إذن حتى لما ممثلين الشعب يطرحوا مشاكل، احنا ماذا بنا ملفات تطرح، ملفات لا سب ولا شتم. قال السيد فلان قرار تاع الإدماج فلان ما استفادش منه، ها علاش ربما ما الوضع نتاعو ما يسمحش للإدماج لسبب ما. تطلب الاستثناء دائما ممكن، ولكن القانون العام ربما ما يسمحلوش بالإدماج. فيه كذلك المنظمات الدستورية اللي تنشأت واللي احنا فخورين بها. عندكم المجلس الأعلى للشباب، عندي ثقة عمياء في مجلس الأعلى للشباب وتأسس على هذا الأساس. عندهم الواجبات تاعهم وعندهم السلطة تاعهم. وقلنا ونزيد نكررها باللي ما يفوتش نص، لا في المجلس التشريعي ولا في مجلس الأمة، ما يفوتش نص يتعلق بالشباب بلا ما يبدو رايهم ويعطوا تأشيرة يمر ولا ما يمرش. بالنسبة للمجتمع المدني نفس الشيء. راني نلملم في المجتمع المدني، هي بعبارة أخرى نسميه المجتمع المدني ولا نسميه الرأي العام. احنا نحاولوا نقوي قدراتنا في الإنصات للجمعيات والمواطنين، ولكن بصفة منظمة مش بصفة فوضوية. عندك جهاز تاعك تاع المجتمع المدني، تفضل بلغ رئيس المرصد ولا عضو من أعضاء المكتب تاع المرصد وتفضلوا. نخدم بصفة نظامية فقط حتى باش ما نخليش الوسواس الخناس يدخل في الوسط، لأنه هو نيته أخرى، نيته مش نيتك. إذن فيه مؤسسات اليوم اللي قادرة تتكفل بالشباب، تتكفل بالمرأة، تتكفل بالمعوقين، تتكلف هذه. احنا ماذا بنا
كل جزائري وكل جزائرية يشعر بنفسه بانتماء تام لهذا الوطن. نفس الشيء بالنسبة ما سميناه أنذاك مناطق الظل. 6 ملايين، أكثر من 6 ملايين جزائري عايشين في ظروف اللي المفروض تجاوزناها منذ الاستقلال.